بسم الله الرحمن الرحيم. مشاهدينا السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وأهلا بكم في هذه الحلقة التي نتناول فيها معركة طوفان الأقصى اليوم 126. والمفاجأة الصادمة، الرئيس الأمريكي يعلن يقول: أصدرت أوامري القاطعة الصارمة بفتح معبر رفح وإدخال المساعدات الإنسانية، وأي اعتراضات تلغى فورا. ولو تركنا شعب غزة كده للدول العربية هيسيبوهم يموتوا أصلا، مش عاوزين يدخلوا لهم شربة ماء. تخيلوا الرئيس الأمريكي بايدن الذي قال أنا صهيوني ولو لم توجد إسرائيل لأوجدتها، يقول ده في ناس يا جماعة يعني تريد محو الشعب الفلسطيني وبقية الشعوب يعني. وطبعا تجار الحشيش في المغرب عندهم وطنية ورفضوا أنه يبيعوا الحشيش إلى الشباب الإسرائيلي حفاظا على صحتهم يعني. تعالوا نبدأ ونرى. نبدأ أولا حضراتكم. بايدن أقنعت السيسي بفتح معبر رفح، وإسرائيل تجاوزت الحد في غزة. وهنا الرئيس الأمريكي بايدن هو يدلي بهذه التصريحات: The conduct of the response in the Gaza Strip has been over the top. I think that, as you know, initially the president of Mexico, Sisi, did not want to open up the gate to allow humanitarian material to get in. I talked to him. I convinced him to open the gate. I talked to Bibi to open the gate on the Israeli side. الإعلام الإسرائيلي قال بايدن هو الذي يدخل المساعدات والطعام لغزة، وبدون بايدن كان الشعب الفلسطيني كله مات. فهنا حضراتكم في صحيفة ذا تايمز في إسرائيل قال بايدن نص التفريغات كاملة: أنا أرى كما تعلمون أن سلوك الرد الإسرائيلي في غزة كان فوق القمة، أو يعني تجاوز الحد يعني. كما تعلمون أن رئيس المكسيك، يقصد مصر يعني، السيسي عبد الفتاح السيسي هو الذي هو الواقع يحكم مصر، لم يكن يريد فتح بوابة معبر رفح للسماح بدخول المواد الإنسانية. وأنا بايدن تحدثت له وأقنعته بفتح البوابة أو المعبر، وتحدثت مع نتنياهو لفتح البوابة على الجانب الإسرائيلي. وتابع بايدن قائلا: لقد كنت أضغط بشدة وبقوة من أجل إيصال المساعدات الإنسانية إلى غزة. هناك الكثير من الأبرياء يتضورون جوعا، كثير من الأبرياء الذين يواجهون مشاكل ويموتون، ويجب أن يتوقف هذا. يعني بقول لك في أطفال وفي نساء بيموتوا، وأنا أصدرت أوامري بفتح معبر رفح كما تشاهدون. هنا حضراتكم في التلفزيون الإسرائيلي بعد أن اتهم بايدن مصر بتأخير إدخال المساعدات الإنسانية إلى قطاع غزة، السيسي يرد: ضربات الجيش الإسرائيلي على قطاع غزة هي التي أخرت دخول المساعدات الإنسانية. يعني بايدن بيكذب يعني. هنا حركة حماس طلعت بيان، مكتب الإعلام الحكومي في غزة اللي هو يتبع حماس: نطالب الدول العربية والإسلامية بفتح معبر رفح بشكل دائم وعلى مدار الساعة وبلا قيود. طبعا ده يعني كلام غير منطقي، لأن الدول العربية لا بتحل معزة إلا إذا صدر الأمر الأمريكي: حلوا المعزة بنحل المعزة، اربط المعزة اربط المعزة، افتح المعبر حاضر، اغلق المعبر طيب. فمفروض بقى يعني المكتب الإعلامي الحكومي ده، اللي مش عارف اللي ماسكه ولا مين اللي بيديره ولا كذا، يوجه هذا الكلام لأمريكا وبايدن يعني، لأن هم المسؤولين عن ربط المعزة وحل المعزة وفك المعزة وتسريح المعزة وكل الكلام ده يعني. التلفزيون الإسرائيلي: بايدن تصرفات إسرائيل في غزة كانت مفرطة، أنا أعمل من أجل وقف دائم للقتال هناك. لو تلاحظون أنه بيان حركة المقاومة الإسلامية حماس إيه؟ وقف الحرب. بيان بايدن: وقف الحرب. حماس: إسرائيل مجرمة. بايدن: إسرائيل مجرمة. ألا تلاحظون شبه التطابق في البيانات؟ لماذا؟ لأن الحرب في الأيام الثلاثة الأولى كانت حقيقية. يعني كانت أمريكا بتعتبر أنه ما فعلته كتائب القسام هو اعتداء عليها وتحدي لها، وكيف جرؤت أن هي تتجاوز الحدود الدولية اللي رسمتها أمريكا عام 1948 في حرب فلسطين، وأن ده تحدي لأمريكا نفسها. فلما انسحب مقاتلو القسام إلى داخل قطاع غزة، هنا أمريكا بدأت كيف نجعل الأمور تسير، كيف كذا. وأمريكا قررت أنه إحنا هنعمل تأديب لحماس وبعدين نطيح بحكومة نتنياهو. فبايدن وأمريكا بيروا الآن أنهم قاموا بالجزء الأول من المسألة، هو تأديب حماس، والآن يقولون بقى حان الدور على إسقاط حكومة نتنياهو. طبعا كما تشاهدون أنه بدأ الموقف الأمريكي يصبح أكثر وضوحا من هذه الناحية. لكن الحرب حقيقية، يعني الحرب حقيقية بالنسبة لغزة، والحرب حقيقية بالنسبة لإسرائيل، لأن إسرائيل اتهانت بعزاء كرامتها على الأرض يعني، وغزة تعاني وحماس بتقصف، يعني الدنيا مش سهلة يعني.
فالحرب حقيقية بالنسبة لغزة وحرب حقيقية بالنسبة لإسرائيل. لكن بالنسبة لأمريكا هي حالا بقى بتقول لك إيه الكارثة اللي حصلت دي ولا المصيبة اللي حصلت دي كيف أحولها إلى فرصة لنشر عقيدتي وأفكاري بقى. فاليهود في أمريكا تظاهروا مع المسلمين والرقصات تظاهروا، حتى بتوع الحشيش في المغرب تعالوا نشوف تجار الحشيش كمان. ده حتى مايا خليفة بتاع الإباحية والجنس قالت أنا مع غزة ومش عارف بتاعت حماس وكلام من هذا القبيل. يعني المسألة إيه؟ إن هي بتبيع شرفها وعرضها، لكن ما بتبيعش أرضها. يعني هي باعت شرفها ما بتبيعش أرضها. المهم تعالوا نكمل. هنا وزير الخارجية الأمريكي: لا يمكن لإسرائيل أن تستخدم يوم 7 أكتوبر كترخيص لتجريد الآخرين من إنسانيتهم، كما حذر بلينكن في تل أبيب. لأنه أمريكا بتقول خلاص المسرحية تقف عند هذا الحد، هنبدأ في القسم الثاني من المسرحية الإطاحة بحكومة اليمين اليهودي المتشدد. يعني هنا بقى الأخبار سيئة للأسف الشديد، هو أن جيش الاحتلال الإسرائيلي أعلن أنه هو سيبدأ هجوم على مدينة رفح، وأمريكا لن تمنع هذا. يعني أمريكا بتقول إيه؟ مكروه لا داعي له، لكن لم تقل محظور وسنمنع الهجوم. وهي طبعا تستطيع أن هي تمنع الهجوم. أمريكا بس لو قطعت البترول ولا قطعت الذخائر على الجيش الإسرائيلي هتوقف، لكن بتقول يعني بلاش، يعني ما فيش داعي، لكن طالما أنتم مصممين خلاص. لكن مكروه، لكن ليس حرام يعني. فهذا خبر سيء للأسف. طيب هنا القناة 13 الإسرائيلية: نتنياهو أصدرت تعليماتي للجيش الإسرائيلي بوضع خطة لإجلاء السكان والهجوم في رفح. صحيفة ذا تايمز في إسرائيل: رئيس الوزراء نتنياهو يقول أن القوات الإسرائيلية يجب أن تعمل في رفح، يعني تدخل رفح يعني، ولكنها ستسمح للمدنيين بالإخلاء أولا أو بمغادرة المكان. طبعا هيقصفون في الطريق كما فعلوا من قبل. طيب هنا فضيحة أنه رئيس قسم حماس في المخابرات العسكرية الإسرائيلية استقال. يعني المخابرات العسكرية اللي هي مخابرات الجيش الإسرائيلي، يعني طبعا في قسم أنه هو في هذه المخابرات أنه بيراقب حماس، يخترقها يجندها يجمع المعلومات. فهو خرج وقال أنا فشلت وإحنا ما كناش نعرف أي حاجة، وحماس يعني هي اللي كانت تعرف عنا كل حاجة، وإحنا طلعنا إيه. طبعا إحنا يا جماعة كنا متخيلين أن المخابرات الإسرائيلية أقوى مخابرات في العالم، فهو جاي النهار يقول إيه لا ده مخابرات حماس طلعت أقوى مني. طبعا حالا إحنا بقينا كنا بنخاف من المخابرات الإسرائيلية لا تكون بتصورنا في الحمام ولا بتاع، فخوف بقى تكون مخابرات حماس هي اللي كانت بتصور وإحنا مش داريين. المهم يعني تعالوا نقرأ. ده موقع إسرائيلي اسمه GDN. قرر رئيس قسم حماس في قسم يعني الاستخبارات العسكرية الإسرائيلية أمان تحمل المسؤولية واستقال من منصبه. طبعا يعني هم قبل أن يقيلوه أقال نفسه. يعني التلفزيون الإسرائيلي: استقالة رئيس قسم حماس في قسم الاستخبارات العسكرية الإسرائيلية أمان بسبب التقصير بشأن يوم 7 أكتوبر. شبكة القدس: قناة كان الإسرائيلية: بسبب فشل يوم 7 أكتوبر استقالة ضابط إسرائيلي برتبة رائد هو رئيس دائرة حماس في قسم الأبحاث داخل شعبة الاستخبارات العسكرية الإسرائيلية. في سياق متصل قالت المخابرات الأمريكية أن حماس لا تزال تحتفظ بقوتها، وأنها تحتفظ بثلثي قوتها، وأنها قادرة على قتال الجيش الإسرائيلي لفترة أطول. فهنا في موقع ماكو الإسرائيلي: المخابرات الأمريكية: إسرائيل ما زالت بعيدة عن القضاء على حماس، وأن الاستخباريين الأمريكان قالوا أن إسرائيل تمكنت من تدمير القدرات القتالية لحماس، إلا أنها لا تزال غير قريبة من تدمير المنظمة اللي هي حماس يعني. ومسؤول المخابرات الأمريكية قالوا أن القضاء على حماس هدف غير واقعي أصلا، نظرا لكونها منظمة إرهابية، المقصود بها منظمة سرية يعني، تتميز بحرب العصابات، تختبئ في الأنفاق، يصعب اختراقها. ولذلك فقد قدر ضباط الاستخبارات الأمريكية أن الهدف الواقعي هو إضعاف حماس وليس تدميرها. قالوا أنها منظمة بتنشط تحت الأرض يعني. نأتي الآن إلى المغرب الحبيب. تجار المخدرات في المغرب قالوا أنهم لن يتعاملوا مع تجار المخدرات في إسرائيل، وذلك حفاظا على صحة الشباب الإسرائيلي وصحة الجنود الإسرائيليين. فتجار المخدرات في المغرب حريصين تماما على سلامة وصحة الجنود في إسرائيل. ولكن تجار المخدرات قالوا إيه؟ قالوا لا ده احنا عاملين كده بسبب حرب غزة. يا لا اطلع من دول. هنا في موقع ماكو الإسرائيلي: مقاطعة تجار المخدرات من إسرائيل بعد الحرب على غزة. قرر تجار الحشيش في المغرب الموجودين في جبال الريف شمالي البلاد، والذين يعتبرون مصدر المخدرات الأكثر طلبا في العالم، عدم بيعه للتجار والسماسرة الإسرائيليين بسبب الحرب في غزة. ويعتبر تجار الحشيش المغربي الأعلى جودة في العالم وسعره في ارتفاع مستمر. وتقع إمبراطورية الحشيش المغربية في جبال الريف، وتغض السلطات الطرف عن تصديرها إلى الخارج مقابل رشوة مالية.
طبعا تلاحظون جبال الريف دي اللي كان منها الشيخ أحمد الريسوني، وجبال الريف هي اللي حاربت فرنسا وحاربت يعني بشراسة جدا الاحتلال الفرنسي. فطبعا الآن الدولة العميقة في المغرب تدمر الشباب المغربي، خلي الشباب كله يحشش ويدمن، والمغرب يعني تدمر. انتوا عارفين فرنسا كي تحتل كل المغرب استمرت 30 سنة، يعني كل مدينة كي تحتلها تخوض حرب 3 4 سنوات 5 سنوات مع هذه المدينة. يعني اللي حصل في غزة حاليا حصل في المغرب. فالآن قالوا احنا ندمر المغاربة دول بقى أحفاد المرابطين. يوسف انت شايفين ناس شديدة يعني، ندمرهم بإيه؟ بالحشيش. فمالوا البلد كلها مخدرات وزراعة حشيش، وطلع قانون بالبرلمان يعني خيانة يعني. بحسب التقديرات تصل عائدات المغرب من بيع الحشيش إلى عدة مليارات من الدولارات سنويا، وتعتبر تجارة الحشيش من أكثر الصناعات ربحية في البلاد إلى جانب السياحة وتصدير الفوسفات. يقول الإسرائيليين الذين يعيشون في المغرب أنه بدون تصدير الحشيش للخارج قد ينهار الاقتصاد المغربي. إسرائيلي يعيش في المغرب ويهرب المخدرات إلى إسبانيا، أن مئات الأطنان من الحشيش تباع لتجار المخدرات في أوروبا والدول الإسكندنافية وفرنسا. طبعا كما تعلمون اليسار اللي بيحكم حاليا في فرنسا وفي الدول الإسكندنافية خلاص بقانون الحشيش يعني، وأصبحت هولندا بتحشش، فالشعب الهولندي بيحشش حاليا. ففي هولندا كده لما تسير في الشوارع، والإخوة في هولندا يكتبوا في التعليقات يعني مع اللافتات إيه بقى؟ ممنوع التبول هنا، لأنه بيشربوا حشيش ومخدرات ومش عارفين هم في الحمام ولا في أي مكان. فالدنيا يعني باظت خالص يعني. فكاتبين لك في أمستردام إيه؟ ممنوع التبول هنا يعني. فالمهم الإسرائيليين هم وسطاء تجارة الحشيش، يعني المغرب هي المزرعة الخلفية للحشيش والمخدرات، ودول أوروبا يعني عشان الصحة ما تتكلمش ولا بتاع، فالمغرب تزرع وتصدر لأوروبا، ومن الوسطاء الإسرائيليين يعني تجار الحشيش الإسرائيليين يعني. سعر الكيلو جرام من الحشيش المغربي يصل إلى 300,000 شيكل في إسرائيل، يعني مش تقريبا 50,000 دولار أمريكي أو 40,000. والطلب عليه مجنون في إسرائيل، يعني عليه طلب شديد يعني. وعن الأوضاع الميدانية عن قوات الاحتلال الإسرائيلي أنها هي التي قتلت أسير إسرائيلي في قطاع غزة، بأن هي قصفت منزل كان مجاورا لمنزل يعني موجود فيه يعني، فالمنزلين اتهدموا فقتل يعني. فهنا في القناة 13 الإسرائيلية تحقيق أجراه الجيش الإسرائيلي، المختطف أو الأسير الإسرائيلي يوسي شرابي قتل بدرجة عالية من اليقين أو بعد هجوم إسرائيلي، وإن الجيش الإسرائيلي لم يكن لديهم علم بوجود هؤلاء الأسرى في المكان. هنا مجموعة من الفلسطينيين تظاهروا اليوم ضد الجسر البري اللي هو بيأتي من ميناء دبي إلى إسرائيل وبيمر بالأردن لتزويد الجيش الإسرائيلي بالخضار والفواكه ومستلزماته. وليعد للدين عزه، وليعد للأقصى مجده، أو ترق منا الدماء، فلترق كل الدماء. الله غايتنا، الله غايتنا، الله غايتنا، الله غايتنا. والرسول زعيمنا، والقرآن دستورنا، والجهاد سبيلنا، والموت في سبيل الله أسمى أمانينا، والموت في سبيل الله. أرجو مشاهدينا أن تكون الصورة قد وضحت. في الختام هنا فيديو وثائقي عملته عن حرب أكتوبر والمصائب التي حدثت فيها. أرجو مشاهدة هذا الفيديو. هنا قناة فيديوهات الوثائقات التاريخية، أرجو أن تشاهدوها لما في مجال التاريخ. أسفل الفيديو رابط صفحات على الفيسبوك وتويتر وانستجرام وتيك توك وحساب على الواتساب، اشتركوا في القناة على الواتساب. هنا قناة فيديوهات الوثائقات التاريخية، أرجو أن تشاهدوها لما في مجال التاريخ. أرجو منكم الاشتراك في القناة بالضغط على هذا الزر. وإلى اللقاء والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.